السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وينيكس جديدة. دعوت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن كيفية إضافة طاقم وشعار المنتخب الجزائري. قبل هذا أريد أن أشكركم على دعمكم في المقاطع السابقة، وأيضا أنا راح أفتح سلسلة اسمها تقييم قنوات المتابعين، وراح أقيم فيها شعارك وبنرك وفيديوك وصورتك المصغرة وأعطيك تقييم إجمالي. لذا إذا كنت تريد المشاركة اكتب لي في التعليقات قيم لي قناتي وراح تكون في الفيديو إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك وليتس جو. أول شيء يجب عليك الدخول إلى جوجل أو جوجل كروم وتكتب DLS لوجو إذا كنت تريد الشعار، وكيت إذا كنت تريد الطقم، ثم تضع اسم فريقك أو منتخبك الذي تريد طقمه أو شعاره. سيظهر لك العديد من المواقع، فأنت اختر أي موقع وسيأخذك إلى اللوجو والطقم الذي تريده، ثم تختار اللوجو والطقم الذي تريده وستجد رابطه فوقه. ثم تنسخه ثم ندخل DLS ونضغط على النادي الخاص بي، ثم تجد تخصيص الطقم، الشعار، اسم الفريق وغيره. نضغط عليه ثم نجد الطقم، ثم هنا الرابط الذي قد نسخته تضعه في العنوان، والذي يريد أن يدخل إلى الموقع هو الرابط اكتبه كتابة بلوحة الكتابة، ثم تنزل لك الصورة، وأيضا تدخل إلى الطقم وتضغط على طقم مخصص وتضع عنوان الطقم، تجيك ثم تنزيل الصورة بنجاح، وهكذا تكون قد أدخلت طقم وشعار فريقك المفضل. وبيس.